السلام عليكم. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن ازاي نعمل فايل HTML، واتكلمنا عن الاساسيات بتاعته زي الدوك تايب HTML اللي بتحدد اننا شغالين بفيرجن 5، وتاج ال HTML وجواها الهيد والبادي، واتكلمنا عن الهيد والحاجات اللي جواه الميتا اتشار ست. اتشار ست هي اختصار لكاركتر ست، وهي خاصة بالحروف ترميز UTF-8، بيدعم اللغات كلها بما فيهم اللغة العربية. واتكلمنا عن الفيو بورت، وان ده بيخلي البيج بتاعتنا ريسبونسيف، يعني متوافقة مع كل الأجهزة بكل الشاشات أيا كان حجم الشاشة ايه. واتكلمنا عن التايتل، وده بيكون تايتل البيج بتاعتنا، تايتل الويب سايت. واتكلمنا عن ان الانج دي بتحدد اللغة بتاعت الويب سايت، ان انجليزي او ار عربي. واتكلمنا عن ازاي نفتح الفايل بتاعنا على جوجل، اننا هنخش على البي سي عندنا، وهنخش على مكان الفايل عادي جدا كنا مسمينه بروجكت، وهندوس دبل كليك على الفايل ده، هيفتح معانا على جوجل. هنفتح الفيجوال ستوديو كود ونشوف ازاي نضيف تكست في الويب سايت. ممكن عادي جدا اكتب هنا اي حاجة، my name is احمد، ونعمل سيف ونفتح جوجل ونعمل ريلود، هيتضاف عادي جدا. خلينا الاول كده نقسم الشاشة عندنا، نخليها كده عشان كل حاجة تكون باينة، ونظهر دي شوية. بس ده طبعا مش صح، عشان انا بعد كده عاوز اكتب نصوص تانية، عاوز اضيف حاجات تانية، وكل حاجة بحطها ستايل من خلال CSS. فكل نص بنحطه عندنا جوه حاجة اسمها بي اختصار لباراجراف، وبكتب جواها اللي انا عايزه، وبيتضاف عندي. انا هكتب نفس الكلام my name is احمد، ونعمل سيف برضو، ونعمل هنا ريلود، هتلاقيه ظهر عندنا نفس الجملة، بس هنا جوه تاج البي اللي هي خاصة بالباراجراف. ومهما كان عدد النصوص تقدر تكرر ده كتير جدا، كده كده كده. باخده كوبي من خلال ان بعمل كنترول سي، فبياخده كوبي، وبعد كده بيعمل له بيست من خلال كنترول في. بقف على الرو واعمل كنترول سي، وبعد كده كنترول في بيعمل له بيست. لو عملت سيف وبعد كده جيت هنا عملت ريلود، فهيظهر البراجرافات بتاعتنا. وبدل ما كل شوية أعمل سيف، ممكن هنا نفعل حاجة اسمها اوتو سيف. هتدوس عليها دوسة بس هنا من خلال فايل، هتلاقي هنا اوتو سيف، هتدوس عليها دوسة واحدة هتتفعل، وكده كل ما تكتب حاجة هتتعمل سيف تلقائي. يبقى تيجي هنا على فايل، هتلاقيها بقى معمول عليها علامة صح بعد ما دوست عليها مرة. لو أنا عايز أسيب سطر مثلا بين كل باراجراف من دول، يعني بدل ما يكون في المسافة دي بس أسيب سطر كمان، وبعد كده أكتب عندنا تاج اسمها بي ار، وملهاش كلوزنج تاج. البي ار ملهاش كلوزنج تاج، وهي لاين بريك، بتسيب لك سطر. وانا من غير ما اعمل سيف هعمل هنا ريلود، ايه ان هو ساب لي سطر زيادة بين الباراجراف ده والباراجراف ده. اقدر برضو اكرر البي ار لو عايز اسيب اكتر من لاين. هناخد برضو كنترول سي، بعد كده كنترول في كمان مرة كمان مرة، بعد كده اعمل ريلود، هنا الاقيه ساب الاربع سطور دول. حلو جدا. طب الآن لو انا مسحت دولت وعملت آه كده انتر 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 انتر، سبت كل المسافات دي وعملت هنا ريلود، هل هيعمل اي حاجة ولا اكنه شاف اي حاجة؟ ولو انا هنا برضو جيت هنا مثلا بعد اس ديت وزودت مسافات كتير جدا 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 جدا، وعملت هنا ريلود، هل هيحس بأي حاجة؟ لا خالص، لان هنا البراوزر ما بين الكلمات هو بياخد سبيس واحدة بس، اكتر من كده هو ما بيشوفهاش. حلو. برضو نفس الكلام بين اللاين واللاين، لو عملت مسافات كتير جدا، لو نزلت اكتر من لاين كده عمره ما هيشوف كل ده، لازم اعمل بي ار. وهنا لو عايز اسيب بين كلمة وكلمة مسافات، اعمل علامة الاند اللي هي عند رقم 7،
وبعد كده NB SB سيمي كولون. ده هيضيف مسافة كمان. لو عملت هنا ريلود هلاقي ان هو ضاف مسافة كمان. ممكن بقى لو انا عايز اضيف اكتر من مسافة ممكن اكرر دي، اخدها كنترول سي كنترول في كده هيسيب 4 مسافات. لو جينا عملنا ريلود هلاقيه ساب 4 مسافات. بعد كده هيكون في افضل بكتير جدا في CSS من غير ما نكتب كل الحاجات دي. طب لو انا عايز انزل سطر، اخلي الكلمة دي تنزل في السطر اللي بعده، هما في نفس الباراجراف، عامل بينهم برضو تاج الBR. لو عملنا كده وعملنا هي ريلود هلاقيه نزلها في السطر اللي بعده. وبالمناسبة ليه الBR ملهاش كلوزنج تاج؟ عشان احنا قلنا اي تاج بيتضاف بينها كونتنت بيكون ليها كلوزنج تاج، لكن الBR هي مش هينضاف بينها اي حاجة، بالتالي هي ملهاش كلوزنج تاج. خلينا نمسح دي تاني، نرجعها كده زي ما كانت، نعمل هنا ريلود عشان كل حاجة ترجع زي ما كانت، ونمسح دولت برضو زي ما قلنا دول ملهمش أي لازمة، تكتب BR. ده بالنسبة للباراجراف. لو عايزين نضيف بقى عندنا النص اللي هو بيبقى بولد شوية، بيكون في بداية الويب سايت، وغالبا بيكون موجود في الويب سايت مرة واحدة بس، ما بيتكررش أكتر من مرة. وهي عندنا ال H، وال H فيه أكتر من سايز. أول حاجة عندنا ال H1 وده أكبر H عندنا في ال closing tag، ونضيف جواه بكر. ده يكون ال H، يكون الهيدر بتاع الويب سايت. لو عملنا هنا ريلود هتلاقيه بقى موجود هنا بكر تك. هتلاقيه ان هو بيكون بولد شوية عن اي تكست تاني عن الباراجراف، عشان ده بيكون الهيد بتاع الويب سايت، وبيكون مكتوب مرة واحدة، فلازم بيكون واخد ستايل مختلف عن اي نص تاني. ده ال H1. عندنا كمان ممكن ناخد ده كنترول سي، ادي 1 2 3 4 5 6، لاننا عندنا 6 احجام من ال H. نخلي ده H2 عشان نشوف الفرق، H2 وده H3 وده H4 وده H5 وده H6. وبعد كده نيجي هنا نعمل ريلود وهنشوف الست أحجام المختلفين. هتلاقي إن H1 أكبر حاجة، وبعد كده H2، بعد كده H3 4 5 6. كل ما بتزود رقم كل ما الحجم بيقل، على حسب انت محتاج انهي حجم في الويب سايت، انت اللي بتختار. يبقى ال H1 ده أكبر حجم، وكل ما بتزود كل ما الحجم بيقل، مش العكس، عشان ممكن حد يفكر إن H1 ده أصغر حاجة وكل ما بتزود رقم كل ما الحجم بيكبر. لأ خالص، انت كل ما بتزود رقم كل ما الحجم بيقل. حلو جدا، يبقى H1 ده أكبر حجم، H6 ده أصغر حجم. وأقدر أشوف الهيد ده فين. لو عملنا هنا نيو تاب هنلاقي هنا كلمة جوجل. كلمة جوجل هنا هي دي الهيد بتاع الويب سايت. وهتلاقي عندك بقى أي كلام مكتوب تاني هنا في البيج، هتلاقي ده مجرد باراجراف عادي جدا. كل الكلام اللي مكتوب هنا هتلاقيه كلام باراجراف، يبقى ال H بيتضاف مرة واحدة بس في الويب سايت. وبس كده، ده الباراجراف والهير بتوع الويب سايت، والفرق بين كل واحدة فيهم، ال H1 لحد ال H6. يا رب تكون استفدت من الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.